واش فراسك باللي اليوم تقدر تدفع الفيزا ديال القرايه في الصين غير من الدار؟ شحال هادي كان خاص ضروري ديبلاصه حتى القنصليه باش تدفع الوراق ديالك، والخايبه هي تمشي حتى تماك ويقولوا لك خاصها شي وثيقه في الدوسي وتبقى غادي جاي. ولكن دابا العمليه ولات سهله بزاف مع واحد السيت جديد، وفي هذا الفيديو غادي نشرح لكم كيفاش تدفعوا في هذا السيت. اول خطوه وهي توجد الوثائق ديالك، خاص تسكانيهم بطريقه مزيانه وواضحه باش يتقبلوا لك في السيت. وبالنسبه للوثائق فراهما صوره شخصيه ذات خلفيه بيضاء، صفحه المعلومات في الباسبور ديالك، القبول الجامعي وجي دبليو، كشف الحساب البنكي ولا بريزون شارج في حاله كان كشف الحساب البنكي ماشي في السميه ديالك. هادو هما الوثائق المطلوبه، ولكن كاينين حالات خاصه. مثلا الا كنتي قاصر غير خصك تزيد لا كارت ناسيونال ديال الاب والام ديالك، عقد الازدياد ولوتوريزاسيون بارونتال، اي اذن ولي الامر بمغادره التراب الوطني. دابا نجيو للمرحله المهمه وهي كيفاش دير الطلب ديالك. اول حاجه كتدخل الموقع الرسمي ديال القنصليه اللي غادي تلقى الرابط ديالو في الوصف لتحت. مورا ما تسجل الدخول ديالك كتكليكي على ديماري ما دوموند واختار ماروك باش تبدا الطلب ديالك. كتابلودي الوراق ديالك كاملين. الا طلبوا منك شي وثيقه ما عندكش، مثلا عقد الازدياد وانت ماشي قاصر، في هذه الحاله ممكن دير غير صفحه بيضاء باش تعمر. اهم حاجه هي الوثائق الاساسيه اللي مطلوبه منك يكونوا كاملين مسكانين مزيان. دابا غنوريك كيفاش تعرف فين وصلت الفيزا ديالك. من بعد ما تقدم الطلب ديالك غير خصك تبقى ديما تطلع على السيت باش ما تفوتك حتى مرحله. الا طلعت لك اون اتون دو ديبو دو باسبور، هادشي كيعني بلي الطلب ديالك تقبل، ودابا خاصك تمشي للقنصليه باش تحط الباسبور ودير البصمات. هادو كانوا هما الخطوات باش تدفع الفيزا ديال الصين، وفريق جريت وول راه مستعد باش يعاونك في كاع المراحل ونسهلوا عليك كاع الاجراءات ونبقاو معك خطوه بخطوه حتى توصل للصين وتانستالا في الجامعه ديالك. شكرا على المشاهده، ولا عندك اي تساؤل بخصوص خطوات الفيزا اللي شرحنا في الفيديو ديال اليوم خليه لتحت، وما تنساش تشترك في القناه باش يوصلوك اخر الاخبار والمستجدات على الدراسه في الصين.